السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة فورزا ميلان. الميلان بطل السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، وكده بيعادل رقم الإنتر، وفاضل رقم واحد بس ويحصل اليوفي، لأن اليوفي عنده 9 ألقاب. النهاردة عنوان الفيديو يعني زي ما احنا متعودين ان احنا نحلل ماتشات المصري والزمالك وكده. الماتش المصري والزمالك في الكونفدرالية عك كروي. الميلان والانتر انبهار كروي، حاجة جميلة جدا، يعني حاجة كورة زي ما انا قلت لكم. احنا بنتفرج على مهلبية بالتقلية، مش كورة. هنبتدي كده بماتش المصري والزمالك في الكونفدرالية. كابتن علي ماهر برضو بيلعب بخطة 4-2-3-1. أنا شوية يعني هتكلم كأن أنا المصري، وشوية هتكلم كأن أنا الزمالك. أنا بحط نفسي مكان ده ومكان ده. الكابتن علي ماهر داخل الماتش ده ليه؟ عشان يعمل إيه؟ المفروض عشان يكسب. حلو. أنا بقى مدرب بجهز نفسي عشان أكسب. أعمل إيه؟ ألعب 4-2-3-1، ولا ألعب مثلا 4-4-2 في الودين عشان أخلص الماتش، أو ألعب مثلا 4-3-3 اللي هي أو برضه 4-3-3 بس في الودين، يعني 4-3-1-2. هي دي اللي تناسب المصري. الخطة دي 4-3-1-2 دي أنا شايف أنسب طريقة للمصري، أو 4-4-2. لازم المصري يلعب بفرودين علشان المصري يكسب. فرقة لازم تكسب، فرقة ليها جمهور لازم تكسب، لازم تلعب على البطولة. برضو مقعد مخلوف غلط 3 غلطات أبو الكباتن. خد بالك، غلطتين منهم 2 لاعيبة ما بيلعبوش في مراكزهم، والغلطة التالتة اللي هي هاف بيلعب بهافين ديفندر، 2 هاف ديفندر. انا مش معترض ان هو هيلعب ب2 هاف ديفندر، عشان الاعتراض الوحيد بس ان هو عايز يكسب. المفروض لو انا هلعب، انا المصري عايز اكسب صح عشان اضمن التأهل. العب ب2 هاف ديفندر ليه؟ عشان ايه؟ ماشي. المفروض انا عايز اعرف. كان بيعتمد على مخلوف، حتى لما كان بيلعب 2 كان مخلوف. يعني ليه إيه يعني حاجة، يعني ميزة إن هي ال4-2-3-1 دي، سواء بقى هو كان قايل لهم ولا ما كانش قايل. أنا أعتقد إن هو ما كانش بيقول حاجة. كان مخلوف بيطلع قدام شوية، كانت بتبقى 4-1-4-1، ودي أحسن كتير من 4-2-3-1. فقعد مخلوف ليه؟ أنا مش عارف. مخلوف عنده ميزة رهيبة، إن هو يعني بيقطع وبصير كويس، بيودي ودي ويتحرك، بيودي ويتحرك، يودي ويتحرك. ف دي اول غلطه. الغلطتين التانيين بقى في مراكز اللعيبه. خد بالك، انا بلعب، لو انا لعبت مثلا بمركز لعيب مش في نفس مركزه، الدنيا بتتقلب. ده منزل 2 مش في مركزه. نمرة 1 فخر الدين بن يوسف بيلعبوا وينجر برضه، مش فايدة، بيلعبوا وينجر. نمرة 2 حسن علي بيلعبوا باك. نفسي يقول لي سبب واحد يقعد فيه السعداوي. نفسي سبب واحد افهمه كده، قعد السعداوي ليه؟ عشان ايه يعني؟ وبنزل حسن علي. افهم بس افهم. واحد عامل لك اسيست الماتش اللي فات، قمت انت مطلعه. واحد عامل اسيست، اطلعه من الملعب ولا اسيبه عشان هيعمل لي اسيست تاني واديله دفعه؟ لا، الكابتن علي ماهر خرجه. وايه؟ والسعداوي ده
اخد 9.1 و9 اجدع من جاد اللي صد البلانتي، اخد 8 8 و8. يعني مش عارف هو بيعمل ايه، ليه كده، ليه؟ كان المفروض يلاعب السعداوي عشان يهاجم. السعداوي بيرفع اوفر من هنا، العراقي يرفع اوفر من الجنب التاني كده، تضغط. ده انت لو لعبت السعداوي ده عنده ميزه، هيوقف خطوره زيزو شويه. انت عارف لو زيزو في حالته امبارح كان اكل عيش وكل حاجه، انما زيزو مش في حالته خالص، تعبان يا قلبي عشان التجديد والعقد وكده، وبيفكر واعمل مش فايق للزمالك يعني، مش مركز. هنجيله دلوقتي مع الكابتن جروس. وبعدين التغييرات، يعني مغير مثلا برضه كريم بامبو مكان القرموطي. وبعد كده يعني ماشي، كريم بامبو هو فيرود، بس يمكن هو اللي انا لاحظته يعني ان هو بقى بيلعب 4 في الشوط التاني. خلى فخر الدين بن يوسف ايه ناحية صلاح محسن جوه شوية، بقى بيلعب مثلا 4-2، وخلى كريم بامبو ناحية. وده برضو غلط، خدوا بالكم، يعني ده غلط. بس هو بقى عشان يصلح بقى الغلط قام عامل ايه بقى؟ قام مطلع فخر الدين بن يوسف ومنزل الشامي عشان يلعب صراحة بقى 4-2-3، والغندور اللي هو اللي كان تحت ايه صلاح محسن. وفضل قاعد كده لغاية الدقيقة 87. المدرب عايز يكسب، قاعد للدقيقة 87 خد بالك هو هيعمل ايه؟ مش يسيب مثلا صلاح محسن برضو، لا، اما خرج صلاح محسن ومنزل بادجي. يا عم نزل بادجي وخرج سمادو ده، ولا خرج لا، هو اما خرج حمادة، ها، ومنزل سمير فكري. ماشي انا مش معترض، بس ما تطلعش المفروض كنت تطلع الغندور، ما تطلعش فخر. لا، عشان تلعب باتنين فراوده، وعايز تطلع فخر بقى طلعه ونزل ايه سماده عشان تلعب باتنين فراوده برضه عشان تكسب. انما انت وبعدين فاضل قاعد لغايه الدقيقه 87، ليه ما اعرفش، مش عارف. قام منزل بادجي مكان صلاح ومنزل مخلوف مكان الغندور. يا سلام على التكتيك، يا سلام على التكتيك العالي. عملت ايه؟ نزلت بادجي مكان صلاح ولعيب بلعيب، مخلوف مكان الغندور اللي انا كنت بحكي لكم عليه من شويه ان هو كان بيزيد، يطلع من الاثنين يقوم زايد على الاربعه، يبقى 4-1 4-1. ما عملش حاجه. هيعملوا ايه في الدقيقه 87 ابو الكباتن؟ هيعملوا ايه من بدري يا كابتن عشان ينزل ياخد حساسيه الملعب ويهاجم وكده؟ خلي بالكم، ماتشين 3 كده لو علي ماهر دون ما كسبش، او المصري ما رجعش في مستواه يبقى في الاربعه الاوائل او الثلاثه الاوائل، يمشي احسن. لان لو ضربنا غطس مع علي ماهر ده مش هنطلع بافكاره الجميله العبقريه، افكاره العبقريه اللي بيبتكر فيها دي. وبسمع يعني ايه، انا قلت الماتش اللي فات الانتر كان بيلعب بثلاثه، وبرضه اتلانتا كان بيلعب بثلاثه في الكاس السوبر الايطالي. لو كان اتفرج عليهم، هو موهوم بطريقه الثلاثه دي انا عارف، بس هو مش عارف يطبقها، مش عارف، لانه هو عايز يطبقها بس معهوش الاساليب. انا بقى معايا الاساليب، لو انا معايا الاساليب اطبقها، لو انا بقى معيش الاساليب بتاعتها ما اعملهاش، ما الفش، عشان التاليف بيبقى شكل وحش. وانا مش عارف لغايه دلوقتي السعداوي ما نزلش ليه، بس علامه استفهام كده، السعداوي ما لعبش ليه، ما اعرفش. نخش على علي ماهر. المصري كبير على علي ماهر ده، واللعيبه اللي بتاعت المصري كويسه،
بس عايزة مدير فني يشغلهم يعرف يشتغل يبتكر بيهم. وبعدين المدرب الكويس زي ما انا قلت لكم يحط السيناريو للمباراة، سيناريو 1 و2 و3 و10. لو ده عمل كذا اعمل ايه؟ لو انا نزلت وعامل سيناريو معين والفرقة التانية دي قابلتني اعمل ايه؟ كده. مش تعمل لي الملوخية اللي انت بتعملها دي. نخش على جروس. اخيرا اقتنع ان هو يلعب ب4-3-3. جميل. بس 4-3-3 بمين؟ ازاي؟ انت عايز التلاتة اللي في النص عبد الله السعيد؟ ماشي. دونجا؟ ماشي. شحاتة؟ لا، مش ماشي. لان في خطة 4-3-3 الواحد اللي هو زي ما انا قلت لكم كده قبل كده، الاتنين اللي بيبقوا التلاتة اللي في النص، الاتنين اللي على الطرف سواء الهاف ليفت او الهاف رايت، دول بيبقوا عاملين راس مثلث من الجنب كده في سواء الدفاع او الهجوم، بيبقى بالتبادل سواء بالتبادل مع الباك او بالتبادل مع اللي هو ايه، المهاجم المتطرف اللي هو زمان كانوا بيقولوا عليه وينج. ماشي. فكان عبد الله السعيد وزيزو مثلا وايه وعمر جابر. ماشي كده. ادي مثلث، والجنب التاني فتوح وشحاتة وشلبي. ماشي. بس شلبي بقى ما عندوش القدرة ان هو يروح مثلا لان هو اصلا بطبيعته يعني بيلعب خط وسط، بس مش خط وسط مدافع اللي هم بيعملوها ارقام دلوقتي زي يقول لك 6 و8 ومش عارف. لا، الكرة دلوقتي يعني انا شايفها انها بترجع تبقى زي زمان، اللي هو ايه، يقول لك لعيب خط وسط. لعيب خط وسط دي يعني ليه مهام هجوميه ومهام دفاعيه. زي ما انا حكيت لكم المره اللي فاتت، ما عادش في لعيبه بتجيب هاف ديفندر اللي هو كان بيقولوا عليه الميد فيلدر، اللي هو خط وسط مدافع. دلوقتي بقى بيلعبوا بلعيب خط وسط وعليه مهام هجوميه ومهام دفاعيه، لو ما بتطبقهاش يطلع بره. هو كده كل المدربين دلوقتي تلات ارباعهم كده، بالذات في خطه 4-3-3. المهم، فقام هو الحته دي، ما هو انا بقول لكم الماتش بتاع امبارح ده ايه عك كروي ليه؟ لان هو انت بتلعب بس ما عندكش الادوات ان انت تطبق بيها. ده جميل. العب 4 بس ما فيش ادوات، لا يبقى ما عملتش. او بقى تنزل، يعني كان المفروض مثلا ينزل مثلا شيكابالا مثلا، يلعب شوط وينزل ويخرج في التلاته اللي في النص دول، او يلعب قدام شلبي في النص وقدامه شيكابالا، او يا سلام لو كان عمل بقى شلبي وقدامه مشلاك. تفكير بس كل واحد بقى لان انا قلت لكم ان هو ممكن يعني او لسه يعني بخبرته دي كلها جروس ده ما قدرش مثلا احنا بنفكر سوا، ما قدرش يشوف ويتفرج على اللعيبه. الله اعلم. وبعدين ما غيرش الا تغييرين، مشلاك مكان شلبي في الدقيقه 68، وناصر مكان حسام برضه نفس الكلام دون. هقوله على اللي قلته على العلمان. الزمالك كان عايز يكسب عشان يأكد ان هو صعد خلاص بقى، فانا اقوم مطلع فيرود بفيرود؟ لا، انزل اطلع مثلا شحاتة وانزل ناصر. ها، بلعب 4-4-2 على طول، خلص. هم؟ اخرج مثلا شلبي وانزل شيكابالا. ها، وقدام ومشلاك وقدامه شيكابالا كده، يعني هشتغل. متغيرش تغييرين اتنين بس. طب والناس اللي بره يا عم دي، عمر فرج فين؟ شيكابالا فين؟ سيف الجزيري فين؟ ما تشغل نفسك. ممكن كان ينزل ناصر وحسام ويشوف الثنائي ده، لو ما عملش حاجه يقوم منزل مخرج حسام ومنزل سيف كده.
لازم تفكر، لازم تبتكر، تحط سيناريو 1 و2 و3 و10. اهم حاجه ان شاء الله بس التوفيق يبقى مع المصري والزمالك، وان شاء الله يصعدوا هما الاثنين الماتش الجاي. وبقول للكابتن علي ماهر خلي بالك، الماتش بتاع انيمبا ده حياه او موت بالنسبه للمصري، خلي بالك. ولو عايز تلعب بثلاثه ورا هناك تلعب بثلاثه مساكين علشان تقفل. في واد قدام كده رقم 8 بتاع انيمبا ده قرد، في واد بشعر كده معرفش اساميهم ايه، واحد بشعره كده قرود. فلازم تبقى في واحد مثلا مساك، واحد يغطي وراه كده. الشغل اللي هو بتاع، بس مش عارف انت عارف الدبل ديفنس والكلام ده، مش عارف انت عارفه ولا ايه. المهم فربنا يسهل ان شاء الله على الزمالك والمصري الماتش الجاي، وان شاء الله نفوز. الزمالك يفوز والمصري يفوز عشان يصعدوا مع بعض بقى ونخلص. نخش بقى على التحفة الكروية اللي انا قلت لكم عليها. الميلان والانتر. الميلان كان بيلعب فونسيكا كان خايف، كونسيساو كان خايف. شوف فونسيكا، عشان فونسيكا كان دايما المدرب اللي قبل كونسيساو كان بيلعب 4-3-3 على طول. بس المشكلة ان هو كان عدو النجوم، كان بيعادي النجوم، مع ان المدرب المفروض الناصح ياخد النجوم كده ويحطهم في جيبه، يبقوا معاه على طول، لان هم اللي هينجحوه. انما فونسيكا كان يعني يمكن عشان اول مرة يمسك فريق قوي جماهيريا او فريق نجوم، فمعرفش، ما عندوش الخبرة دي قوي. انما كونسيساو بقى كان مدرب بورتو، ففاهم الجمهور، النجوم. فايه اول لما قعد مع النجوم، تعالى اللي مضايقك، اللي حصل، الفكرة هو كان بيقعدك ليه، هو كان عامل معاك مشاكل ليه كده، حل كل الحاجات دي كلها. بقى ممتاز، لان هو يعني في الماتش النهارده كان بيشوف حتى خيمينيز غلط غلطة على طول، قام مخرجه ومنزل لياو على طول. قال له يعني زي ما يكون هو الراجل ده محفظهم على حاجات معينة، اللي ما ينفذش يطلع بره. خيمينيز كان نقطة ضعف في الميلان. هقول لكم دلوقتي، الميلان كان بيلعب 4-3-3. كان إميرسون وتوموري وتياو وتيو أربعة ورا، موسى وفوفانا. آه كان بيلعب سوري 4-2-3-1 في أول الماتش. موسى وفوفانا في النص. كان بيلعب لأنه كان قلقان شوية. أنا بقول له خطة ال 4-2-3، خطة الخواف. وبوليسيتش ناحية اليمين، ورايندرز في النص، وخيمينيز ناحية الشمال، وموراتا. او سوري، بوليسيتش ناحيه الشمال وخيمينيز ناحيه اليمين. عشان كده بقول لكم كان نقطه ضعف. ليه بقى؟ كان قدامه الانتر كان بيلعب بيسك وديفيري وباستوني ورا ثلاثه. يا كابتن علي ماهر اسمع، ثلاثه ورا مساكين، وقدامهم خمسه: ديمفريس وباريلا وهاكان ومختاريان ودي ماركو وتارمي، وقدام ولوتارو مارتينيز، اتنين فراوده. فكان ديمفريس ودي ماركو، كان دي ماركو قوي على خيمينيز، لعيب قوي. آه، يعني تحس ان هو خبرة اكبر. خيمينيز لسه صغير. ف مفيش الغلطة، الباصة غلط، الكرة طلعت اوت، الجون الاول على طول تك في ثانية. وكان ايمرسون كان متأخر شوية، اللي هو الباك رايت بتاع الميلان، غلط تك، ما لحقوش يلموا نفسهم، تك لو طاروا تك حطها جون. كان توفيق جدا، كان في توفيق مع الانتر جدا النهارده. بس برضو الميلان كسب الحمد لله. والتوفيق بقى اكتر، نزل لهم اول لما نزلوا الشوط الثاني جابوا جون بقى 2-0 للانتر. كان عندهم توفيق غير طبيعي. بس كان في مشكله بقى في الايه، في التمركز بتاع الميلان. كان يعني الكوره، الجون الثاني للانتر، ديمفري عمل كوره طوليه، تارمي كان واقف بين الاثنين مساكين،
وهو ده اللي انا بحكي لكم عليه، الفرود المتحرك، يتحرك يمين شمال رايح جاي كده. لو تارو كان تحته شويه وكان بيتحرك من تحت، قام لا مارتينيز قام مفضي له السكه كده، قام هوب. اكيد ده متفق عليه، مش من فراغ يعني، لانها قررت كذا مره. دي بقى نجحت، بقى هو جون تك جون. التاني بقى قاعد كده على طول، ميلان سنتر كونسيساو. قام خيمينيز قام غلط غلطه واحده بس، قال له قام صرخ، قام هوب، قام قايل نادي للياو. لياو كان مصاب، فكان ما كانش دافع بيه في ماتش اليوفنتوس، كان خايف عليه جدا. كان خايف يعني يدفع بيه، يتصاب مشكله، النجم بتاع الفرقه. فقام قايمه تك تك، قام مخرج لياو، نزل قلب الملعب، قلب الملعب خالص. اول لما نزل تك تك فاول تياو جون، شوطه. تاني مره طلع تياو من الجنب، تياو تيو تيو هو اللي شاط الكوره. الباك الليفت الفرنساوي كان برضو عامل مشكله مع فونسيكا، كان بيعاديهم، مش عارف ليه، كان في مشكله بينهم، بين لياو وتيو وفونسيكا. بس ما ينفعش دون، لازم النجوم ابقى صاحبهم، عشان هم دول السند بتاع الفرقه. فقام ايه الجون التاني بتاع الميلان، هو ده الشغل بقى اللي انا قلت لكم عليه. لما خيمينيز طلع، قام جاي بوليسيتش ناحيه ايه، تقل، عمل تقل ناحيه اليمين، وقام مودي لياو ناحيه الشمال لمركزه. تيجي اول كرة ضربه حره غير مباشره، ضربه حره مباشره، تيو دخل هوب جون. مفيش بعدها يعني نقول بربع ساعه كده او تلت ساعه، الماتش كان سجال رايح جاي، هجمه هنا وهجمه، بس الميلان كان فرصه اخطر، الميلان كان فرصه اخطر. فكان ايه، وبعدين ما كانش قاعد يعني، كونسيساو كان قاعد بيفكر، يعني بيشوف. اصل لما سيموني انزاجي لما الميلان جاب جون، اما خرج مختاريانو ومنزل زيلينسكي لعيب بيقف على الكوره كويس، بس ما ادالوش فرصه بقى تاني. اما تك اما شغل دماغه، اما منزل روبن تشيك مكان رايندرز عشان يوقف له، ما خلوش بقى استلم ولا بتاع ولا الكلام ده، هوب. ناس مدربين مصحصحين قاعدين لبعض. أم منزل اوجوستو مكان دي ماركو، نشط الجبهه اليمنى بتاعته، الجبهه اليسرى. فقام التاني بقى مش سايبه، لا مصحصح له، قام مخرج ايميرسون ومنزل كالابريا في الدقيقه 87. هو ده الشغل. لما لقى بقى لياو بقى كده، اما ايه يعني، بقى في شغل غير عشان يحافظ، قام من كده مدرب مصحصح. الجون التاني بقى التعادل، قام جاي لياو برضو غير الملعب ليه؟ ليه تأثير مشارك. قام اخر الكرة ومطلع تيو من الجنب، تيو شق الكرة من الناحية اليسرى كده، الجبهة اليسرى، تك تك، قام معرضها لبوليسيتش، يا سلام، وقف وهوب في زاوية، لعيب كبير بوليسيتش. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، الشغل، مدرب مصحصح. بس كان هنا ان كان في الميلان عايز، مش عارف الله يرحم ايام مالديني ونيستا، وحوش ناس. بس كان زمان يقول لك ايه، المساكين زمان مخ وعضلات. تخيل بقى مخ مع عضلات في مساك مالديني ونيستا. كان ميسي بيخبط دماغه في الحيط، في الارض كده من نيستا، وفي فيديو مشهور جدا ومحطوط. ميسي نفسه ما كان هيتجنن من نيستا ومالديني، مش عارف يعدي منهم، يخبط دماغه في الارض كده، فيديو مشهور جدا. واتعادلوا 2-2، فكل واحد بقى كان حريص. فقعد قام منزل تامي ابراهام مكان موسى في الدقيقه 77. كونسيساو بقى ايه، عايز يخلص جنب مرطة، عايز يخلص فيرود تاني، عايز اكسب. مش التاني ينزل لي فيرود ويطلع لي فيرود وينزل ايه ده، التاني علي ماهر وجروس دول نزل فيرود مكان فيرود.
نزل خط نص مكان خط نص، نزل التغيير اسمه تغيير، مش هغير شكل فرقتي، اغير من الاستراتيجيه بتاعتي. استراتيجيه ايه؟ دول يعني ناس مدربين صحصحين. لو انت ليك يعني، انا بتكلم لان المدربين ليه لما مثلا يعني انتوا معتقدين ان اللعيبه دي مش فاهمه لما تامر ابراهام دون لما ينزل ويبقى فيرو التاني جنب مرتب مش هيعملوا ايه؟ الاستراتيجيه تتغير بتاعت الخطه على طول. كالابريا نزل فتح الملعب تك تك تك. انا مبسوط جدا عشان كالابريا كابتن الميلان، وانا سامع اخبار كده وحشه ان هو عايز يعني عايزين يمشوه، بس ده غلط، هيبقى اكبر غلط الميلان يعمله ان يمشي كالابريا. ومش وكالابريا خدوا بالكم ده مطلوب في اليوفي وقاعدين يتكلموا معاه على طول. فكالابريا لو راح اليوفي هيبقى حكايه. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه النهارده. مبروك للميلان. وبرضو ان شاء الله يعني ان الزمالك والمصري يبقوا مركزين الماتش الجاي، مهم جدا، هيبقى سبب الصعود. لان الزمالك لو كسب هيساعد ان والمصري لو كسب خلاص الاتنين بقوا توب خلاص. محدش هيحصلهم بقى الماتشات التانية دي. المصري هيلعب هيجي على ملعبه هيخلص كده خلاص، والمصري والزمالك يطلع. ربنا يوفق الزمالك والمصري ان شاء الله. وشكرا ليكم. وما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوني. السلام عليكم.